السلام عليكم متتبعات ومتتبعين شوات اسماء مصرية فيما كنتو. نتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم في اتم الصحه والعافيه، وعواشركم مبروكه باش ما كتمناو ان شاء الله بالصحه والهنا وبراحه البال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد المعسره كتجي رائعه لا شكلا ولا مذاقا. نبداو على بركه الله بالمقادير. غنحتاج واحد 250 غرام ديال اللوز او لا ربعه ديال اللوز. غنحتاج 70 غرام ديال سكر كلاصي، 100 غرام ديال لاكاجو، 100 غرام ديال الكركاع، و100 غرام ديال بيستاج. واحد العلبه ديال الطرون اولا حلوى ديال الترك، والكنافه. بالنسبه للوز فانا وضعت 250 غرام ديال اللوز، بمعنى ربعة ديال اللوز، يعني طلعت فيها الغليه صافي وطفيت عليها. فسخت داك اللوز وقليته في زيت بارده. ضروري انكم تقليو اللوز في زيت بارده. هنا غنطحنها مع داك 70 غرام ديال السكر كلاصي حتى نتحصل على واحد العجين. يعني بالنسبه لعلبه الطرون، اللي ما عندوش او اللي ما بغاش يديرها ممكن الاستغناء عليها وتعويضها ب 250 غرام اخرى ديال اللوز. يعني في المجموع غيكون عندك 500 غرام ديال اللوز الا بغيتي تستغناي على علبه ديال الطرون. وبالنسبه للمكسرات فممكن تعوضها باي مكسرات يعني كتحبذوها. ثم كتلاحظوا كيف صبح العجين ديال اللوز كيجي معلك. غنستمر بهذه الكيفيه، يعني غنطحن اللوز مع داك السكر كلاصي حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي، وغنتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا ملي كملت داك الكميه ديال اللوز اللي عندي، شوفوا كيفاش ولا معلك داك العجينه ديال اللوز. هنا غنضيف ليها داك الطرون اولا حلوى الترك. يعني كما قلت لكم ممكن الاستغناء عليها وتعويضها بواحد 250 غرام ديال اللوز اخرى. نفس الشيء غتسلقوها وتفسخوها وتقليوها في زيت بارده. هنا كنفتت داك حلوى الترك. بالنسبه للكركاع ولا كاجو، كيف لاحظتوا معايا في الاول راني وضعتهم في واحد الصينيه ودخلتهم للفران باش كيتصهدوا شويه، كيتحيد منهم داك الرطوبه. البيستاج ما دخلتوش لان اون فوا غندخلو للفران غادي يفقد داك اللون ديالو. البيستاج دائما ما كندخلوش للفران. كندمج داك عجينه اللوز مع داك الطرون. شوفوا العجينه كيفاش ولات. كنضيف داك المكسرات كما قلت لكم، ممكن تعويضوا باي مكسرات كتحبذوا واي مكسرات اللي متوفره عندكم. يعني ممكن تعويضوا غير باللوز، تحمروه شويه في الفران تسخنوه صافي، وممكن تعوضوا بداك اللوز. ضفت المكسرات اللي عندي اللي هي لاكاجو والكركاع والبيستاج. ممكن ديروا غير نص ديال المقادير، ديروا غير 50 غرام مثلا ديال المكسرات ديال كل مكسره. مثلا 50 غرام ديال البيستاج، 50 غرام لاكاجو، 50 غرام ديال الكركاع، وديروا 250 غرام ديال اللوز مسلوق ومفسخ ومقلي في الزيت. الا بغيتو ديروا غير كميه قليله صافي. هنا كندمج داك المكسرات مع داك العجينه ديال اللوز. هذا هو الشكل ديالها. هنا قطعت داك الكنافه كيف كتلاحظوا معايا، وغادي نلبسها بالزبيده. الزبده راني ذوبتها. كنحاول انني نلبس داك الكنافه كامله بالزبده.
داك الزبده ما غتقدنيش، وغادا نضيف كميه اخرى. يعني انا ما عطيتكمش الكميه ديال الزبده، كيبقى كميه ديال الزبده على حساب الكنافه اللي غتستعملي. خوتي ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس هكذا باش يبقى يوصلكم بكل جديد ان شاء الله. هنا من بعد ما لبست داك الكنافه بالزبده كامله، كيف تلاحظوا معايا عندي هاد ليمول، فانا غادي ناخذ داك الكنافه اللي فزقتها بالزبده وغادي نلبسها لداك المول بهذا الشكل كيف كتلاحظوا. غير هو حاولوا ان داك الكنافه تلبس لينا داك المول كامل، ما يبقاش لينا الفراغات. انتم غتلاحظوا معايا في الاخير غنوريكم بان بقى ليا بعض الفراغات. مهم حاولوا تلبسوا داك الكنافه للمول كامل. كنحاولوا نحلوا داك الكنافه وكنلبسوها لداك المول بهذا الشكل، وحنا كنلبسو حنا كنضغطوا عليها شويه باش كتشد لينا لا فورم ديال داك المول. غنستمر بهذه الكيفيه حتى كنكمل داك المول كامل اللي عندي. صراحه كتجي هاد المعسله رائعه، ممكن تحتفظوا بها في المجمد ما كيوقع لها حتى شي حاجه. هنا فيما بانت لنا شي فراغ كنحاولوا نعمروه بداك الكنافه. انا واخا هكاك راه بقاو ليا بعض الفراغات، هانتوما غتشوفوا في الاخر. نتوما كنستمروا بهذه الكيفيه، يعني كنعمروا داك الفراغات كامله. كناخذوا داك الحشوه وكنعمروا بها داك الفراغ ديال داك المول من الوسط، وحنا كنضغطوا كما قلت لكم باش كياخذ لا فورم ديال ديال داك المول. كناخذوا الحشوه وكنعمروا بها داك الفراغ وكنضغطوا. كتجي رائعه رائعه المعسله الصراحه. صافي ملي كنكمل داك التعمار داك الفراغ اللي عندي في المول، كنرجع داك الكنافه اللي شيت في الجوانب كنرجعو على الحشوه. هانتوما غتلاحظوا معايا انا كنحاول انني نزيد نعمر داك هذا الفراغات اللي كيبان ليا مع اون فوا كتضغط، يعني كيبانوا لك الفراغات. لاحظوا معايا كنعاود نجمع داك الجوانب ديال الكنافه. الا بان لك شي بلاصه باقا خاويه ممكن تعمروها بالكنافه. انا كنجمع الجوانب وانا كنضغط كما قلت لكم باش كتشد داك لا فورم، وكنثبتوا داك الكنافه يعني باش ما تتحركش لينا.
لاحظتوا يعني طريقه سهله ما فيهاش تماره. هانتوما بالنسبه لهاد لي مول راه فيهم اشكال كثيره. يعني كاين فيها المربع، الاوفال، المثلث، يعني فيه اشكالات زوينين زعما الصراحه. هنا وضعتهم في هذا في اللاطا ودخلتهم للفران. اون فوا كيبانوا ليا تحمروا شويه اولا بداو كيذهبوا من الجنيبات، فانا كنخرجهم وكندير هاد الطريقه. كنوضعهم، كنعاود نهبطهم اولا كننزلهم من المول ديالهم وكنوضعهم في الفران يكملوا الطياب ديالهم. لاحظتوا معايا داك الفراغات اللي قلت لكم حاولوا تغطيوهم بالكنافه. انا عييت ما نغطي ولكن بقى داك الفراغات. من بعد ما طابت كنطيبوا على 160 درجه. الفران كيكون سخون من قبل. اون فوا كتبان لكم صافي بدات كتذهب، صافي كتخرجوها وكتوضعوها على شبكه وكتسقيوها بالعسل. هذا العسل المنزلي يعني وجدته في الدار. ديجا حضرت معكم العسل العام اللي فات، ممكن نخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي كنخليوها تقطر وكنقطعوها. هذا هو الشكل النهائي. كيف كتلاحظوا كتجي رائعه. عفوا كما قلت لكم لا شكلا ولا مذاقا كتجي رائعه. كتجيب داك الحشوه ديال يعني ديال عجينه اللوز مع داك المكسرات. وكما قلت لكم ممكن الاحتفاظ بها في المجمد، يعني توضعوها في دي بواط او في علب وكديروا ما بين كل طبقه وطبقه واحد بابي كويسون ولا بلاستيكه، وكديروا الطبقه اخرى عاوتاني ديال